سهرة ودينيز أصحاب طفولة لكنهم مش طايقين بعض، مضطرين يقابلوا بعض بسبب جدتهم واللي دايما بيخلوهم يواجهوا مشاكلهم القديمة. سهرة مستعجلة علشان توصل لبيت جدتها آيسال وفضلت تخبط على الباب لكن محدش رد، ودينيز برضو جاله رسالة من جدته سميحة عن ان ضربات قلبها بقت أسوأ. الجدات ساكنين جنب بعض والجدات مش بيردوا. دينيز بيغيظ سهرة على انها مش فاكرة اي حاجة وبيقرر يطلع يبص من الشباك اللي فوق. سهرة خايفة يكون حصل لجدتها حاجة علشان موبايلها بيرن جوه، فبتكسر باب الزجاج بالخوذة بتاعة دينيز. وهنا جداتهم بيرجعوا من الشاطئ وهم في أحسن حال، وسهرة ودينيز بيزعقوا فيهم علشان بيتصرفوا زي الأطفال ومش بيردوا على المكالمات. سميحة بتقول إن تليفونها كان مقفول، وآيسال بتقول إنها نسيته في البيت. سهرة ودينيز سابوا كل حاجة علشان كانوا قلقانين عليهم، وسميحة بتقول إن دينيز ما عندوش وقت ليها ودايما مسافر، وآيسال برضو بتقول إن أحفادهم ما بيدهمش وقت غير لما يفكروا إنهم بيموتوا، وعلشان الباب مش هيتصلح غير لبكره فدينيز بيعرض انه يفضل مع آيسال الليله دي. سهرة بتقوله انه بقى كبير على انه يتصرف زي سوبرمان، ودينيز بيغيظها بانها فاكره سنه. سميحه بتاخد دينيز للبيت وبتعزم آيسال وسارة ييجوا لو حاسين بعدم الامان. دينيز بيسيب الخوذه بتاعته علشان حاسس انها بقت ملهاش لازمه بعد ما سارة رمتها، وسهرة اضطرت انها تكسر الزجاج علشان ما كانتش لاقيه المفتاح وهي مستعجله. آيسال بتطمنها انها بخير، ودينيز بيسأل سميحه ايه اللي بيحصل، فسميحة بتقوله انه كان وحشها وعايزاه يجي. وأولاس صاحب دينيز كان دايما بيجي يطمن عليها لما دينيز يكون مشغول في الشغل، فدينيز بيقول لها انها ما تحسش انه تخلى عنها علشان هي الملكة بتاعته، وبيطمنها انه هيجي كل ما وحشها. سهرة بتقول لصديقتها وزميلتها اهو انها ناوية تفضل مع جدتها في الويك اند، واهو بتقول لها عن عدوها كرم واللي بيحاول يقنع رئيستهم سيلين تديله موضوع الغلاف للشهر الجاي، وهو عاوز يغطي موديل بتتعاون مع علامة تجارية للملابس الفاخرة. هو بس محتاج يعمل المقابلة وخلاص علشان صور صور كويسة قبل كده. سارة قالت لسيلين انها على اتصال بالمصور لموضوعها، واهو بتحذرها انها هتخسر موضوع الغلاف ومكانها كرئيس تحرير لو سيلين اكتشفت انها بتكذب. لكن سارة بتطلب من اهو انها تديلها وقت اكتر وهي هتحاول تتواصل مع الناس اللي بيعرفوا المصور. آيسال بتطلب من سارة انها تاخد طبق اكل لسميحة علشان مش هينفع ترجع الطبق فاضي، وبتقول لها انها مش هتقدر تروح بنفسها وحفيدتها موجودة. ولما سارة تخبط على باب سميحة بتقول انها مغطاة بالعجين وبتطلب من دينيز هو اللي ياخدها، وهم لسه مش طايقين بعض. فدينيز بيقول لها انه بيعرف انها مش هي اللي عملت الاكل علشان طعمه حلو، وهي بتقوله انها بتتمنى انه يختنق بالاكل، وبتقوله انه لسه ما كبرش من ساعة ما كان عندهم 15 سنة. سارة بتجيب اخبار حلوة وبتشرح لآيسال انها عندها قصة اكبر من قصة كرم، والمصور اللي بتحاول تقابله دينيز تونالي كسب الجايزة العالمية الأرقى لكنه رفضها، وهي شايفة شغله فن بحت وهو الوحيد اللي رفضها من 50 سنة. مفيش حد يعرف هو فين أو شكله ايه، لكنها قدرت توصل لمعلومات عن ممثله. آيسال بتتساءل انها هتعمل ايه لو رفض، لكن سهرة عارفة انها لازم تخليه يوافق علشان مكانها كرئيس التحرير. كرم بيتصل بسهرة علشان يتشمت بان عنده موضوع الغلاف، وهو واثق انها لسه ما تواصلتش مع المصور، لكن هي بتقوله انها تواصلت، فبيعمل معاها رهان وبيقول لها ان اللي مش هيحصل على موضوع الغلاف هيستقيل. وبعدها بنشوف قطة سميحة علقة في الشجرة، وسميحة مش قادرة تنزلها علشان دينيز نايم. سهرة بترفض تخليها تطلع السلم وبتعرض المساعدة، ولما تطلع فوق سميحة بتوقع السلم، وحتى آيسال بتقول انهم لازم يجيبوا دينيز علشان ينزلها. دينيز بيصحى من الصوت لكن سارة بتفضل تنط بنفسها، وبيطلب منها ما تنرفزهوش وتتعاون معاه علشان يساعدها تنزل. بتطلب منه انه يمسك القطة وتحاول تنط بنفسها، لكن بتضربه على رأسه جامد جدا لدرجة انه بيبدأ ينزف. سارة بتشعر بالذنب لانها جرحته لكنه بيطلب منها تسيبه. آيسال بتطلب من سارة تعالج جرحه وتعتذر. سارة بتروح لبيت سميحة لكن دينيز بيجري لما يشوفها، وهنا سارة بتتعرف على صورة في بيتهم واللي سميحة بتقول انها من اول معرض لدينيز. سارة بتفتكر ازاي كان دايما بياخد صور وهو صغير، وبتسأل سميحة لو كان حفيدها هو نفسه دينيز تونالي واللي بتدور عليه طول الوقت. ولما سميحة تأكد لها انه هو، سارة بتجري للبيت وبتطلب من اهو تيجي. أولاس صديق دينيز بيكون بيضحك وبيهزر على ان دينيز سمح لامرأة تاخد خوذته المفضلة بعد ما رمتها وانها تضربه، ودينيز بيلوم أولاس علشان ما كانش هنا، علشان كده هو اضطر يجي لسميحة بنفسه. أولاس بيقوله ان ده جيد انه قابلها علشان سميحة دايما بتطلب انها تشوفه، وبيقوله انه بيعتقد انه بيبالغ في ردة فعله على اللي عملته سارة، وبيسأل لو هي كانت نفس
البنت وبيكون فضولي جدا وعايز يقابلها. سهرة بتشعر بالغباوة علشان ما اكتشفتش من الأول مين دينيز، وهي عارفة انه مش بيسامح بسهولة حتى لو مر وقت طويل، لكنها عارفة انها لازم تخليه يسامحها علشان المقابلة. وتاني يوم سهرة بتصحي اهو بدري علشان يشتغلوا، وبتاخد مكالمة شغل وبعدها بتطلب من سميحة لو ممكن كلهم يفطروا سوا. ولما بترجع بتكون غضبانة على اهو علشان الغلاف بتاع عدد يوليو محتاج يتعاد. سهرة مش عايزة تقلق على عدد يوليو وهي لسه محتاجة تشتغل على عدد أغسطس ومقابلة دينيز. زميلهم ماتي بيتولى الشغل في المكتب لأنهم بيحاولوا يصلحوا الأمور للعدد الجاي. سارة بتواجه آيسال وبتسألها ليه ما قالت لهاش إن دينيز هو المصور اللي بتدور عليه. آيسال بتقول إنها كانت هتضايقه لو قالت لها، وكانت عاوزة يصلحوا الأمور قبل ما يتكلموا بشكل صحيح. ولما سميحة بتجيب فطائر للفطور بيسألوا عن دينيز. سميحة بتقول لهم إن دينيز خرج بالليل ولسه مرجعش. دينيز بيعرض قهوة على أولاس لما يصحى، لكن أولاس بيكون عاوز يفطر في بيت سميحة. ولما أولاس ودينيز بيوصلوا البيت سارة وآهو لسه قاعدين على الشرفة. آهو بتقول لها إن دينيز وسيم، لكن سارة بتكره إن مصور موهوب زي ده يبقى مزعج للدرجة دي. أولاس بيقول إن دينيز بيغير من قد إيه سميحة بتحبه وإنها مش عايزاه يجي، وإنه كمان عارف إن دينيز زعلان من سارة وبيحاول يتجنبها. أولاس بياخد شوية فطاير وبيقعد بره مع البنات، ولما دينيز يجي علشان ياخد فطاير زيادة أولاس بيسأل سارة لو كانوا أصحاب طفولة. دينيز بيقول إن عمرهم ما كانوا صحاب، لكن أولاس بيكون عاوزهم يحلوا التوتر اللي بينهم. سارة بتدي دينيز هدية وهي عبارة عن خوذة كعرض للسلام علشان ما بقاش يقدر يستخدم الخوذة التانية. آهو بتحس بالذنب لأنها طلبت الطلب بالغلط. دينيز بيقول لها ما تقلقش، وبيقول إن الخوذة التانية كان ليها قيمة معنوية وإن سارة دمرت الذكريات، وبيقول إنه بيقدر يحول الخوذة الجديدة دي لمكان بتقدر جدته سميحة تزرع بيه. سارة بتغضب على آهو وبتطلب منها تكون حذرة أكتر. آهو بتقول إنهم ممكن يستخدموا أولاس علشان يتقربوا من دينيز، وبتاخد سهرة للمكان اللي بيشتغل فيه أولاس وبتروح للبار علشان تتكلم معاه. فبتقوله سهرة انها هي واهو خرجوا علشان يتنفسوا شوية، وبتطلب منه يفاجئهم بالاكل ويجيب لهم مشروبات الاول. اهو بتخطط تخلي اولاس يقعد معاهم على الترابيزة، وفي كده دينيز بيضطر انه ينضم ليهم وبيبدأوا يتكلموا في الشغل. اولاس بيسمعهم وهم بيتكلموا وبيعرض يساعدهم علشان هو كان شغال في الاعلانات، وبيسأل سهرة عن رؤيتها للموضوع اللي عايزة تشتغل عليه. سهرة بتقوله انهم بيكتبوا مقال عن الموضة المتجددة وقلقانة من الصور، فآهو بتقترح انهم ممكن يصوروا هنا، وسهرة عايزة حاجة تكون جديدة وطبيعية وفي نفس الوقت شكلها سهل وأنيق. وهنا دينيز بيجي المكان وهو متضايق علشان الناس طول الوقت بتطلب منه مقابلات. أولاس بيطلب من دينيز ياخد سهرة على مكان في المنطقة هم بيعرفوه، والغروب هناك جميل وفي هناك مراكب صيد وقلعة قديمة، فممكن يكون مكان مثالي للتصوير. وبيعرض على آهو انهم يتفقدوا اماكن تانية. دينيز ما بيكونش فاهم هو بيحاول يعمل ايه، أولاس بيطلب منه يكون لطيف. دينيز بيوافق انه يساعدها، وسهرة بتطلع معاه على الموتوسيكل. بيبدأ يوريها المكان، لكنها بتطلب منه يروح لنهاية الرصيف البحري، وبيروحوا هما الاتنين لهناك وبيبدأوا يصوروا. سهرة بتفكر دينيز انهم مش مراهقين تاني، وبتطلب منه يبطل تجاهلها علشان هي عايزة تعتذر. دينيز ما بيردش عليها وبيوديها المكان جديد. سهرة بتتسائل لو كان ده المكان هو الملجأ الجديد بتاعه، لكنه بيستفزها وبيسألها لو هتاخد المكان ده برضه، وبيقول لها انها عمرها ما بتخرج من البيت وعمرها ما شافتش المناظر الجميلة دي. وسهرة بتسأله لو لسه بيبص للنجوم وبيحلم، فبيفكرها إنها كانت تجمع الصخور من الأماكن اللي عاوزة تفتكرها. فسهرة بتقرب ناحيته وبتوقعه في البحر، فبيتعصب وبيتضايق علشان الوقعة دي خلته يفقد مفاتيح الموتوسيكل. وهم راجعين دينيز بيتساءل ليه الأمور عمرها ما هتكون بسيطة معاها، وبيحس إنها دايما بتعمل مشاكل. أهو وأولاس بيبوسوا بعض وبيسمعوا دينيز وسارة بيتخانقوا. سارة بتطلب منه يوقف كلام وبتتأسف، لكن دينيز بيطلب منها ما تعملش كده علشان بيحس ان كل مرة بتحاول تصلح حاجة وحشة بتحصل له، فبيطلب منها انها ما تقربش منه تاني. دينيز بيبص للصور اللي صورها لسارة عند الرصيف البحري، وبيعتقد ان سارة غير مستقرة من وقت ما كانوا اطفال، وان هو ما عندهوش الطاقة انه يتعامل معاها. الجدات بيكونوا محبطين علشان خطتهم لجمع دينيز وسارة ما نجحتش.
لكن بيكون لسه عندهم أمل، فبيبدأوا بخطة جديدة. سارة بتحس إن فرصتها مع دينيس ضاعت وبتبقى قلقانة على عدد يوليو. بتفكرها باللي حصل ليلة امبارح، لكن سارة ما بتعتقدش إن ده مهم علشان ما بقاش مسموح ليها إنها تتواصل مع دينيس مرة تانية. لسه بتفكر إن أولاس ممكن يساعدهم، لكن سارة بتقولها إنها ما بتعتقدش إنه هيخون صديق طفولته علشان بنت بسها. بتحس بالجرح علشان سارة بتفكر فيها كده علشان هي فاكرة إن أولاس بيحبها، وبتقولها إن الصور اللي صورتهم على الرصيف البحري كويسة جدا، وهيكون أحسن برضو لو حصلوا على إذن يصوروا الآثار. فسارة بتطمن إنهم هيلاقوا حل. سميحة بتقنع أولاس ودينيز يساعدوها في السوق، وسهرة بيكونوا بيشتغلوا هناك برضو. بتخطط إنها تروح للمكتب الثقافي للحصول على الإذن، وبتقولها إن الأمور تحت السيطرة علشان متى بيحاول يقنع مصور، وسارة بتقولها إنها بقت تكره كل المصورين. سميحة بتقف بره المحل اللي سارة بيشتغلوا فيه، وبتطلب من أولاس ودينيز ينتظروا بره. نعيم صاحب المحل بيبقى مبسوط إنه شاف دينيز مرة تانية، وبيسأله لو اتصالح مع سهرة. أولاس بيكون عاوز يتكلم مع وبيطلب من دينيز إنه ينتظر. أولاس بيفكر إنه أرسل لها رسالة علشان يروحوا يتمشوا مع بعض. بتدعي إنها مشغولة علشان فاكرة ان سارة مش موافقة، لكن سارة بتطلب منهم يمشوا وان هي هتكمل الشغل. 2 رجالة كانوا بيبصوا لسهرة وبييجوا يقعدوا معاها وبيقولوا لها انهم عاوزين يشوفوا جمالها عن قرب. سهرة بتحاول تسيبهم لكن الرجالة بيبدأوا يوقفوها. دينيس بيجري علشان يساعدها لكنها بتضربهم باللابتوب بتاعها، فدينيس برضو بيتأذى في الخناقة وبييجوا الضباط وبياخدوهم للقسم. دينيس بيلوم سارة انها دخلته السجن لأول مرة، فسهرة بتقوله انها كانت هتدافع عن نفسها وما كانتش عاوزاه يتدخل. دينيس بيحاول يوضح انه كان بيساعد لكنها بتقوله انها ما طلبتش مساعدته. اولاس كانوا بيحاولوا يتكلموا مع الضابط ويقولوا له ان سهرة كانت بتدافع عن نفسها، والضابط بيجدها مشبوهة علشان الرجالة التانيين متأذيين بشدة بينما سارة ودينيس مش عليهم خدش واحد. البلطجية بييجوا وبيقولوا ان ايسال وسميحة هما اللي طلبوا منهم يضايقوا سارة. هما ما كانوش عاوزين، لكن الجدات قالوا لهم ان ده لهدف نبيل وما كانوش بيعرفوا انها هتنتهي بضربهم. الضابط بيوعد بإطلاق سراح دينيس وسارة الصبح، لكنه بيطلب من أولاس يسيطروا على الجدات، ويبدو ان الخطة دي نجحت علشان سارة ودينيس بيبقوا نايمين بسلام في الزنزانة. ولما بيخرجوا من السجن دينيس بيطلب من سارة تطلع على الموتوسيكل معاه. سارة بتبقى خايفة وبتطلب منه انه يسوق ببطء، وبتبدأ تسمع اصوات طالعة من الموتوسيكل، فدينيس بيقول لها ان مفيش حاجة طبيعية معاها، فبتجبره يوقف الموتوسيكل وبتقوله ان هو شخص فظ وغير محترم وانه مش بيقدر يفهم الناس وسلبي بخصوص كل حاجة، وبتقوله انها بتخاف من الموتوسيكلات علشان فقدت كل عيلتها في حادثة موتوسيكل، وبتقوله ان هو فظيع، لكن بتطلب منه انه يوقفوا دراما ويكونوا اصحاب تاني. دينيس بيقول ان عمرهم ما هيكونوا اصحاب وبيبوسها، وبعديها بيقول لها انه مش بيفهمها. بتخاف من الموتوسيكلات لكن ما بتخافش تدفعه في البحر او تكسر ابواب، وبتخاف من اكل السمك المقلي لكن ما بتخافش تضرب 2 رجالة، فبتفكروا انه هو بسها رغم ان مفيش حاجة بتشتغل معاها صح. دينيس بيقول لها انه ما بيقدرش يتحكم في نفسه وهو معاها، فسارة بتقوله انها بتحب السيطرة، وبتقوله انها كانت متوترة علشان دي اول مرة بتركب على الموتوسيكل بعد الحادثة، وانها دفعته في البحر علشان طلبت منها تعمل حاجة مجنونة، وبتقوله ان السمك المقلي كان دايما مشكلة ليها من الطفولة علشان مش بتحب الدهن، وبتسأله ليه الخوذة مهمة كده، فبيقول لها انه جابها ليها وهم صغيرين لكن عمره ما قدرش انه يديها ليها. أولاس بيقولوا للجدات انهم كانوا عارفين انها هتنتهي كده، وسميحة بتقول انهم كان لازم يجبروهم علشان بقالهم سنين بيتجنبوا بعض. أولاس بيقول لهم ان مفيش حاجة هتحصل ما بينهم وبيطلب منهم يسيبوهم في حالهم. ولما دينيس وسهرة بيرجعوا بتكون متأكدة ان في حاجة مختلفة حصلت، وبتبقى عاوزة سهرة تحكي لها بالضبط اللي حصل بينهم. سهرة بتفضل تبتسم لكنها بتدعي انهم متأخرين في الشغل، بتقول لها ان أولاس حصل على الإذن وانهم هيصوروا من يوم الاثنين، وبعديها بتسألها هتطلب منه امتى انه يعمل معاها مقابلة. سهرة بتحس ان ده بدري لكنها بتوعدها انها هتعملها قريب. أولاس بيسخر من دينيس علشان وجع ظهره بعد ليلة واحدة في الزنزانة. دينيس بيسأله ليه ما قدرش يطلعهم من السجن لما كان بيعرف كل الناس هناك. أولاس بيطلب منه بس انه يبعد عن المشاكل، بعديها بتيجي علشان تقعد معاهم، فأولاس بيسألها لو كانت سهرة حاسة بوجع ظهر مشابه كمان، وبعديها بيسمعوا سهرة بتصرخ، بتعرف ان كرم هو السبب، وبتقول ان كرم ثعبان شرير وانهم لازم يضربوه في وشه، وبتروح علشان تشوف سارة، وسهرة بتقول لها ان كرم مخطط لشيء، وبتطلب منها انها تعرف كل حاجة بيخطط ليها كرم.
دينيس بيجي علشان يواسي سهرة وبيقول لها إنه عنده فكرة تفرحها وبياخدها لكل الأماكن الجميلة. سارة بتقول لدينيس إن ما كانش لازم ياخدها للأماكن الجميلة دي علشان ما تفسدش جمالها، وبتفكره إنه ما تكلمش معاها طول الصيف وكان بارد جدا معاها، فبيقول لها إنه كان متضايق جدا علشان جابت ناس كتير لمكانهم الخاص وبعديها راحت مع ولد تاني وهي عارفة إنه كان بيحبها. سارة بتصر عليه وبتقوله إن عمرها ما عرفت مشاعره ناحيتها، وبتقوله إنها عملت حاجات كتيرة علشان تخليه ياخد باله منها، فبيقول لها إنه كان مجروح منها من وقت ما كان مراهق، وبتقوله إنها عايزة تنسى الماضي وبتعتذرله، وبتقوله إنها ما بقتش بتزوره علشان فقدت أهلها في حادثة في الصيف اللي كان مفروض يحتفلوا فيه بالذكرى السنوية، وإنها خدت وقت طويل علشان ترجع طبيعية، ولما اتحسنت هو كان ماشي. فبيقول لها إن أهله كمان انتقلوا لألمانيا في الشتاء، ولما انفصلوا بعد سنتين مامته راحت إيطاليا وباباه اتجوز تاني، وهما دلوقتي في 3 أماكن مختلفة، وبيزورهم بس لما يكون شغال في المنطقة، وبيكون شايف إنهم أكتر هدوء وهما متفرقين. سهرة بتسأله عن الصورة اللي في المعرض وبتسأله ليه رفض جايزة كبيرة كده، فبيسألها هي حست إيه لما شافت الصورة لأول مرة، بتقوله إنها كانت مسحورة، فبيقول لها إن دي أكبر مكافأة ليا، وبيقول لها إن صوره بتعبر عن مشاعره وأفكاره العميقة، وبيشارك الشغل ده مع العالم علشان يعمل ارتباط خاص، وشايف إن دي حاجة ملهاش تمن. وبعديها بيروحوا لبيته وبيشوفوا الصور اللي متعلقة على الحيطة وبتعجبها قوي، ودينيس بيديها الأحجار اللي جمعها من كل الأماكن اللي راح لها، وبيجيبوا النبيذ وبيقضوا ليلة خاصة مع بعض، وهنا بتعرف إنه مهندس وإنه عمره ما اشتغل في الهندسة، وبيوريها نموذج بدأ يشتغل عليه لما كان لسه بيدرس، وإنه كان عاوز يعيش في المكان ده لما يبقى عنده عيلة في يوم من الأيام، لكنه ما كملش النموذج ده علشان ما كانش حابب يستعجل. سهرة بتسأله إنه ليه ما بيخلي الناس تعرفه بجد، فبيقول لها إنه ضد المقابلات الصحفية علشان شغله الخاص وما بيحبش يشارك خصوصيته مع أي حد، وإن هو شايف إن الناس لازم تكون راضية بصوره علشان بتحكي قصص لوحدها. سهرة بتسأله إزاي بيقدر يدير العلاقات العامة الرائعة دي من غير ما حد يعرفه، فبيقول لها إن سهل يخبي هويته لما ما بيظهرش في المعارض، وإن أولاس كان رائع في الحفاظ عليه بعيد عن الأضواء. بيقضوا يوم تاني رائع على الشاطئ وبيطبخ لها العشاء في الليل، وبعديها بيحسوا بشغف كبير ناحية بعض. دينيس بتجيله مكالمة من أولاس في نص الليل علشان آهو كانت عاوزة تتكلم مع سارة عن حدث طارئ في الشغل. ميرت بيقول لسارة إنهم ما عندهمش مصور للإصدار اللي لازم يطلع الأسبوع الجاي، وإنه كان رايح علشان ياخد المصور لكن المصور راح من المدينة. سارة بتكون متأكدة إن الكرم علاقة في الموضوع وبتبدأ تشتمه. دينيس وأولاس بيبصوا لبعض ودينيس بيقول إنه بيقدر يصور. أولاس بيأكد لسهرة إن دينيس عمل تصويرات كتير في الإعلانات. دينيس بيوافق لكن بشرط، شرطه الوحيد إن اسمه ما ينتشرش، فالفريق بيقبل وبيقول لهم إنه عاوزهم يمضوا على اتفاقية بعدم إفشاء السر ده، وسارة بتبقى فرحانة وبتبوسه. ولما دينيس بيبدأ بالتصوير آهو بتيجي وبتتريق على سهرة وبتقول لها إن شكلها حلو في التيشيرت بتاعه. آهو بتسأل سهرة عن المقابلة الصحفية ولو اتكلمت مع دينيس ولا لسه. سهرة بتقول لها إنها غيرت رأيها ومش عاوزة تخلي دينيس يعمل المقابلة، وقررت إنها تستقيل بدل كده. آهو بتقول لها إن مادام دينيس قبل يعمل لها التصوير يبقى يقدر يعمل المقابلة، لكن سهرة بتكون شايفة إن التصوير مختلف علشان مش هينشروا اسمه. آهو بتقول لها إنها أنانية وهتخلي فريقها يعاني من كرم علشان راجل مش كويس. آهو بتقول لها إنهم شغالين على ده وما تقدرش فجأة إنها تغير رأيها، لكن سهرة بتكون مش موافقة تحط الراجل اللي بتحبه في الموقف ده. دينيس بيلاحظ الخناقة وبيجي يتأكد إن سارة بخير وبعدها بتحضنه، وميرت بيحضر العارضين علشان باقي الصور. آهو بتلاحظ إن كرم جاي للست في نص التصوير. ميرت بيقول لدينيس إن كرم عمل صفقة مع سهرة بخصوص إن واحد منهم يستقيل. كرم بيتريق على سارة وبيقول لها إنها بتنام مع الموهبة، فسارة بتحاول إنها تضربه وآهو والباقيين بيشدوها، فكرم بيسألها لو كان دينيس بيعرف إنها بتستغله. كرم بيقدم نفسه لدينيس على إنه المحرر للمجلة، فدينيس بيعتقد إنه هنا علشان مقابلة وبيقوله إنه مش مهتم، وكرم كان فاكر إن دينيس وافق يعمل مقابلة مع سارة. دينيس بيسأل سارة لو كان كل اللي حصل ما بينهم بسبب المقابلة دي. سارة بتحاول توضح وبتقوله إن في البداية كان بخصوص المقابلة لكنها غيرت رأيها. دينيس بيقول لهم يكملوا المقابلة علشان سارة عارفة كل حاجة، وبيقول لهم إن أولاس بيقدر يرسل لهم الصور، وبيمشي وسارة بتبدأ تجري وراه لكنه ما بيوقفش وبيفضل ماشي. سارة بترجع البيت ومعاها الأحجار اللي دينيس أهداه ليها.
قهوة بتكون قلقانة جدا على سهرة، وسهرة بتكون بتكتب المقابلة لدينيس بنفسها علشان أدركت إن قهوة كانت على حق. سهرة ما بتكونش مهتمة بالترقية، لكنها عايزة تنقذ الفريق من كرم. قهوة بتسألها لو كانت جاهزة إنها تكشف هوية دينيز، وسهرة بتقولها إنها مش خايفة من الخسارة، وإنها بتعتقد إن قصته بتستحق إنها تتسمع. وبعديها الكل في المكتب بيهنوا سارة على الترقية وإنها بقت رئيسة التحرير، وكانت أول مهمة ليها إنها تراجع الغلاف للإصدار بصورة دينيز. سهرة بتفتح صندوق الأحجار والأصداف وبتلاقي واحدة من تاريخ 5 أغسطس 2008. أولاس بيدي دينيز نسخة من المقابلة وبيقوله إن قهوة رجعت وإنهم عندهم خطط. أولاس بيقوله إن سهرة وصفته كويس وبيعتقد إنه لازم يقراها علشان ما يبقاش غاضب منها. دينيز بياخد الغلاف وبيبدأ يقرأ المقال. سهرة بتكون وضحت سبب رغبته في الحفاظ على هويته السرية وإنها مش موافقة معاه، لكنها قررت إنها تحترم رغبته بعدم كشف وشه. وهي بتعترف في المقالة إن دينيز هو الراجل اللي بتحبه وإنه صديق طفولتها، وإن هي عارفة إنه دايما هيكون في قلبها علشان ساعدها تلاقي نفسها في وسط كل التعقيدات. وإنها لما شافت صورته في المعرض من 2 سنين افتكرت اللي كانت ناسياه. قهوة بتيجي علشان تاخد سارة لعشاء الاحتفال بالترقية، لكن سارة بترفض انها تخرج علشان حاسة انها موجوعة جدا. وقهوة بتقول لها ان ده السبب اللي هي عايزاها تخرج بسببه، وانها عايزاها تبقى كويسة تاني. سارة بتسأل عن الوضع ما بين قهوة وأولاس على العشاء، وقهوة بتقول لها انهم بيحاولوا يظبطوا الامور وانها مش لازم تلوم نفسها على اللي بيحصل ما بينهم. وقهوة بتقول لها ان أولاس هو اللي حكالها عن المكان ده وكان مساعد جدا. الكل بيرفعوا نخبل سارة، لكن سهرة ما بتكونش مبسوطة أبدا. وفجأة دينيس بيقرب منها، فسهرة بتسأله هو كشف نفسه ليه وليه هرب منها، وما صدقش انها بتحبه برضه، وهو دلوقتي جاي علشان يديها إجابة على اعترافها في الحب في المقالة. ولما بيبوسها الكل بيصفق لهم، وسارة ما بقتش خايفة من الموتوسيكل تاني وبتحب انها تروح تتفرج على الغروب مع دينيز. وفي كده فيلمنا بينتهي. اتمنى تدوني رأيكم في التعليقات وتدونا لايك. بحبكم قوي. باي باي.